يترأسه أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، إحياء لليلة مولد خير البشرية سيدنا محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. هي ليلة مباركة تخلد لحدث عظيم أراد الله عز وجل به إخراج البشرية من الظلمات إلى النور وهدايتها سبل السلام. حفل ديني يترأسه أمير المؤمنين محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، بمسجد الحسن الثاني المعلمة الحضارية العالمية التاريخية الكبرى، رمز التسامح والتعايش والتفتح، مسجد العبقرية الحسنية ومسجد الإرادة المغربية الخلاقة ومسجد الالتحام بين العرش والشعب. حفل سيتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وذكر الله تعالى وحمده والثناء عليه، والسماع ما ألف ونظم من أمداح في جناب الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، فهو صفي الله وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ونصف ختامهم، رافع الأسر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ويأتي إحياء أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لهذه الليلة المباركة اقتداء بسنة أجداده الذين دأبوا على الاحتفاء بذكرى مولد جدهم المصطفى عليه الصلاة والسلام، والذي شكل مولده مولد أمة كانت وستظل خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إنه الرسول الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين الذي أشرقت بمولده الدنيا وامتلأت نورا وهداية بفضل ما تضمنته الرسالة المحمدية من ترسيخ لقيم العدل والمساواة والاعتدال والدعوة إلى العمل الصالح والتسامح بين البشر والتعايش بين مختلف الأديان والثقافات حتى يعم الرخاء والأمن والسلم بين الناس أجمعين. يحيي أمير المؤمنين ذكر المولد النبوي الشريف، ذكر رسول الرحمة صاحب أعظم الرسالات وآخرها وأبر الخلق وأكرمهم، يخلدها اليوم تعظيما وتمجيدا وإجلالا. يحييها أمير المؤمنين سيرا على نهج أسلافه المنعمين.
مناسبة جليلة عظيمة، مولد من بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أحيا به القلوب وأثار به العقول وبصر به العيون، فصلى الله عليه وصحبه وسلم تسليما.